السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا النهاردة بتاريخ 7/5/2026 الابديت الجديد في كروس فاير. طبعا اول حاجة نزول المرسنري باس الجديد ونزول ايفنت جديد جميل جدا جدا وجوائزه قيمة جدا جدا. طبعا هنشرح كل الابديت، هنشرح كل الايفنتات اللي نزلت وهنبسطها بكل بساطه وطريقه سهله جدا جدا بحيث ان اي حد منكم عنده وقت يقدر ان هو يعملها لوحده. قبل بس الدخول في اي تفاصيل، فمتاح شحن زد بي باسعار جميله جدا، متاح فارم ايفنتات، فارم بادجات، فارم اكس بي، اي حاجه انت عايزها هتكلمني على الواتساب. عندنا جروب على الواتساب، طبعا الجروب ده بنزل فيه الشروحات وبنزل فيه كل حاجه. فاللينك بتاع الجروب ده هتلاقيه تحت في الكومنت، وهتلاقي برضو رقمي الواتساب في الكومنت. لو عايز اي حاجه كلمني وتواصل معايا، سواء شحن او ايفنتات او فارم، اي حاجه كلمني. وادخل برضو الصفحه دي بنشرح عليها كل حاجه، واي ايفنت ينزل في اللعبه جديد فبنكون اول ناس منزلينه باذن الله. طيب، اول حاجه ندخل نشوف ايه اللي نزل جوه في اللعبه. طبعا اول حاجه نزلت في اللعبه هنلاقي ان اللابس نزل لابس جديد غير القديم. اللابس ده المفروض ان هو فيه ديزرت ايجل اللي هو الانجل الانفينيتي. معرفش ايه هو البوكس دوت فيه ديزرت ايجل الانجل بس، ولا الانجل والديمون. هو المفروض ان هنا بيقول لك ديزرت ايجل انفينيتي، يعني معنى كده ان البوكس هيكون فيه الانجل وهيكون فيه الديمون. بس معرفش ليه صورته مش موجوده هنا، ممكن عشان الصوره مش هتاخد يعني. طبعا الناس اللي ما معهاش المسدسات، فالمسدس ده من اقوى طبعا المسدسات في اللعبه. بس يعني نصيحه لوجه الله، قبل ما تلعب على اللابس اعمل حسابك في 300 الف زد بي. ما ترميش 150 تقول هشحن 150 وهجيبه، لا ممكن ما تكسبش اي حاجه خالص. نصيحه مني لوجه الله، عشان تضمن تجيب البوكس اعمل حسابك في 300 الف زد بي. اشحن الاول 100، العب، كسبت كان بها، ما كسبتش اشحن تاني 100 وهكذا. بس اعمل حسابك في 300 عشان خاطر اللابس ده بيبقى صعب ان انت توقعه بسهوله، ونسبه الناس اللي بتكسب بسهوله بتبقى نسبه قليله جدا جدا جدا. تاني حاجه نزلت معانا في اللعبه وهي الشخصيه الجديده اللي انتوا شايفينها دي. زي ما انتوا شايفين كده شكلها جميل بصراحه. انا ما بحبش الشخصيات اللي ملهاش اي مميزات، ما بيهمنيش الشكل على قد ما بيهمني المميزات اللي في الشخصيه. ودي طبعا المميزات اللي في الشخصيه زي ما انتم شايفين، هي فيها راندوم اوبشن وفيها شويه حاجات يعني زي الشخصيات اللي موجوده يعني عموما. دي بالنسبه للحاجات اللي نزلت جوه اللعبه. اما بقى الحاجات المهمه او اهم حدث طبعا في اللي نزل هو المرسنري باس الجديد. زي ما انت شايف كده المرسنري باس هيفضل معانا لحد 33 يوم، قدامه 33 يوم لحد الشهر الجديد. الناس اللي شحنت الشهر ده عادي ممكن تعمل المهمات كلها وتشحن الشهر الجاي لو انت عايز تستفيد بالبونص. طبعا ده فيديو بيعرض طبعا الحاجات اللي في المرسنري باس. طبعا الفيديو ده نازل على قناه كروس فاير من امبارح تقريبا أو النهارده الصبح، مش فاكر قوي. يعني هو بيشرح لك، بيقول لك الحاجات اللي انت هتاخدها. نزل حاجات كتيره في الشوب بتاع المرسنري، بس هنخش نشوفها. الزرطان دي لو حد مش موجوده معاه، دي بتدي يعني بتدي حاجات مهمه جدا في الزومب. الناس اللي مهتميه في الزومب او تجمع النايفات الجولد بتزود لك موتات. وطبعا شويه حاجات كده، ودي الحاجات هنشوفها دلوقتي. المهم ايه المميزات اللي بتاخدها لما بتشتري المرسنري باس. اول حاجه طبعا اسمك بيتغير، بيبقى شكل احمر كده، بيقول لك شات كلر، بيبقى شكل مميز. اللون الاحمر ده مش موجود الا لازم تكون شاري المرسنري باس. تاني ميزه طبعا ان انت لما بتيجي تعمل غرفه بيبقى شكلها مميز زي ما انت شايف. دي شكل الغرفه العاديه، لكن انت بيبقى غرفتك شكلها مميز كده. تالت ميزه طبعا ان انت لو كنت بتلعب جيم زهقت مثلا من الجيم وعايز تغير الجيم تلعب جيم تاني، فلما تيجي تقوت من الجيم بتاخد الاكس بي وبتاخد الجي بي اللي انت جمعته من الجيم نفسه حتى لو ما كملتوش لاخر. تاني حاجه طبعا بتاخد ايقونه معينه كده بتبقى شكلها كلمه سي اف جنبها. رابع حاجه طبعا لما بتيجي تدخل اي غرفه بيبقى اسمك ظاهر فوق، بتنزل انت في الفوق خالص، فبتبقى مميز يعني. وبتدي لك طبعا 25% اكس بي وبتاخد النيم كارد والحاجات دي كلها. طبعا نيجي هنا نعمل شراء للسيف باس عشان نشوف. طبعا زي ما انت شايف الحاجات دي كلها اللي تحت بيبقى للناس اللي شاريه الباس. الناس اللي شارين الباس اللي هو الفري اللي انا لسه شاريه اللي هو بالجي بي ده بتاخد الحاجات اللي فوق. طبعا بتبقى كلها حاجات ايام. السيف باس يا شباب ثمنه 20000. نازل ب 15000 كمان. معرفش هل هو نزل لكله ب 15000 ولا لا، فانت ممكن تشتريه ب 15000 وهتجمع كمان 10000 زد بي جوه. تشتريه ب 15000 وهتجمع 10000 زد بي. دي الحاجات اللي بتجمعها. تاخد طبعا زد بي. طبعا الحاجات دي كلها ايام. والجواهر دي لما بتجمع منها تقدر ان انت تحول اي سلاح نوبل جولد لفي اي بي. وبتاخد المسدس ده 3 ايام، وبتاخد الشخصيه دي 3 ايام. باختصار كده كل الحاجات تمام. نيجي ندخل على الشوب.
طبعا الشوب نزل فيه حاجات جديد، السلاح ده تقريبا جديد، السلاح ده جديد، ونزل فيه شويه حاجات انا شايفها مش مهمه قوي. هو انا شايف ان هي دي اهم حاجه، وكله هيشتري اصلا الباس عشان يشتري. الناس اللي ما اشتروهاش طبعا، اما الناس اللي موجوده معاهم فخلاص يعني. طبعا كده احنا خلصنا كل المات. المفروض طبعا ان احنا هنشرح الحاجات دي كلها، بس هتبقى في فيديو تاني ان شاء الله. بس يا شباب هو ده كل اللي نزل في الابديت. هنعمل فيديو تاني طبعا نشرح فيه الايفنت اللي نزل، الايفنت المهم اللي هو ده، في فيديو تاني ان شاء الله.